ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل الجاتو شاتو. بجد حاجه كده تبارك الرحمن. الكيك طري جدا مفهوش اي فراغات. بجد ناجح معاك ان شاء الله من اول مره. هنعمله باتنين بيضه بس وكوبايه كريمه و100 جرام من الشوكولاته. مش مكلفه خالص. يلا بينا نشوف حضرناها ازاي مع بعض. اول حاجه كده هعملها في الخلاط. هنزل باتنين بيضة وظرف من الفانيليا وكوباية من السكر. هضربهم كويس جدا لحد ما اللون يبقى يفتحي معايا كده، لحد ما البيض كده يعمل فوم كده بالسكر. اهو كده ضربتهم كويس جدا. ضفت معلقة من الخل وكوباية الا ربع من الزيت وكوباية من اللبن. اللبن هنا كان سخن جدا معايا. بجد اللبن المغلي بيساعد ان الكيك بيطلع طري معاكي. ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام الاسباني اللي هو الدرج. بجد بيفرق جدا في لون الكيك. هضربهم بقى كويس جدا. وهنا جبت كوبايتين وربع من الدقيق وعليهم ظرف من البيكنج باودر ورشة من الملح. والدقيق نخلاه طبعا كويس جدا. هنزل بقى بالخليط كده على الدقيق وابتدي اقلب زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه القوام ولا تقيل ولا خفيف. بجد كل ما يكون العجينه بتاعه الكيك خفيفه كل ما يطلع الكيك معاكي خفيف. لكن لو تقيله الكيك هيطلع معاكي تقيل. طبعا الفرن مسخنه من قبلها على درجه حراره 180. هجيب اكبر صينيه عندي في اللي هي الطقم المستطيل. هدهنه كده مسحه من الزبده او زيت اي حاجه عندك ادهني بيها. وهضيف الخليط كده في الصينيه وهدخله الفرن. ما بتاخدش وقت خالص، نص ساعه هتستوت معايا. بعد ما بتبرد بقى تماما وهي بقى في الفرن كده هجهز الكريمه. معايا كوبايه من الميه المثلجه، عليها نص كوبايه من السكر، سكر خشن عادي. هدوب كده السكر شويه وبعد كده هنزل بكوبايه من الكريمه. بكوبايه كريمه حضرت احلى حلا. بجد جميله جدا هتعجبكم جدا جدا. هضرب بقى كويس جدا لحد ما الكريمه القوام ما يتقل معايا. اهو كده بقت تمام معايا. هركنها بقى على جنب واستنى خالص لما الكيك يبرد تماما. اهي الكيك طلع معايا من الفرن زي ما انتوا شايفين. مش هزينها دلوقتي لان لو حطيت دلوقتي الكريمه الكيكه طبعا سخنه الكريمه هتسيح. سبتها لما بردت تماما. قلبتها كده زي ما انتوا شايفين. بصوا الكيك مفهوش ولا غلطه، طري جدا. قلبتها كده في الصينيه وابتديت اوزع الكريمه على الوش كده. بجد ما خدتش وقت معايا خالص. هوزعها بقى كويس جدا كده. ما شاء الله الكريمه بتتفرد معايا بكل سهوله. هدخلها بقى التلاجة شويه كده لحد ما الكريمه تتماسك شويه وبعد كده هنزل بالمكعب شوكولاته كده سيحته على بخار ماء. حطيت فيه شويه من اللبن وشويه من الزيت، يعني حوالي كده اقل من ربع الكوبايه. وابتدي اوزعها كده. انا عايزه الوش يبقى فيه معايا تشبيحه كده زي ما انتم شايفين. بصوا جبت البتاعه بتاعت السكرابر اللي هي مشرشره دي وابتديت امشي عليها كده زي ما انتم شايفين كده. بس المقطع ده ما بانش شكله مسحته وانا بمنتج. انا اسفه جدا.
ابتدي بقى اقطعها كده بعد ما سبتها في التلاجة شوية، وكل مرة بقطع فيها بنضف السكينة عشان القطعة تتقطع معاكم متساوية. بجد طعمها تحفة جدا. بصوا ما فيهاش ولا غلطة، الكيكة ما فيهاش اي فراغات وطري جدا. بصوا القطعة طالعة متساوية ازاي. الكيك بصراحة حاجة كده تبارك الرحمن. اتمنى بقى تجربوها بنفس الطريقة. لو عجبتكم بقى طريقتي ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الرحمن.